هندسه قسم اتصالات، وبحكم شغلي في الاوبريشن والمانجمنت موجوده معاكم النهارده عشان نكمل رحله التطوير اللي كنا بدأناها من شهرين فاتوا عن السكيلز اللي ممكن تساعدنا في ان احنا ازاي نطور من نفسنا شغلنا، او حتى نبدا الستارت اب بتاعنا في البيزنس اللي احنا عايزين نبدا فيه. بس قبل ما ابدا عايز اعمل لكم اختبار ذكاء صغير كده وذاكره، وهوريكم صوره ونشوف بقى مين فاكرها او مين عارفها اصلا. حد عارف مين دول؟ دي أليس في عندنا حاجات. طب ما هايل اهو. محدش عارف تاني؟ مصطفى بس؟ طب تعالوا نشوف المشهد. فلنرى أين كنت؟ ترى في أي اتجاه أذهب؟ حد فاكر بقى او خد باله من السؤال اللي سالته أليس القط شرشر؟ عارفين هو مش ازاي؟ همشي ازاي؟ ورده كام؟ معتمد السلاح فين؟ على حسب انت رايح فين. وقالت مش مهم. فما دام مش مهم بقى يبقى اي طريق مش فارق. أليس وكلنا زي بدايه اول سنه او حتى يوم عيد ميلادك، يوم مميز، اوقات مميزه في السنه بنجهز بليسته كده بتاعت احلام وطموحات واماني عايزين نحققها، ونيجي اخر السنه او نهايه اليوم المميز برضو نكتشف ان احنا ما حققناش منها اي حاجه، فنبدا بقى نلوم في نفسنا ونشكك في قدراتنا وان المشكله عندنا، مع ان ممكن جدا تكون المشكله في الهدف او الامنيه اللي احنا كنا عايزين نحققها. احنا موجودين النهارده والتوبيك بتاعتنا هنتكلم اكتر عن كل العناصر اللي ممكن نستخدمها عشان نقدر نحقق بيها اهدافنا ونوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. سريعا كده دي هتكون الاوتلاين بتاعتنا واللي هنتكلم عنه النهارده. هسيبها قدامكم وهسألكم سؤال مهم، خلونا نتخيل كده مع بعض. لو جينا نتخيل كم نسبة الناس اللي بتحقق أهدافها في العالم، وكم نسبة الناس اللي ممكن تكون مش بتحقق أهدافها؟ يعني ندي نسب. أنا مثلا بقول ممكن 50-50، ال 50% بيحققوا، 50% مش بيقدروا يحققوا أهدافهم. حد عنده تصور تاني؟ ملهاش مالكة يعني ممكن كام؟ يعني تقريبا أعتقد 5% بس اللي بيحققوا ده. 5% بس اللي بيحققوا؟ انت ضمنها قوي. حد عنده تصور تاني؟ 50-50 اعتقد كل الناس بتحقق عادي، لان يعني 100% بيحققوا؟ ما هو كل واحد واهداف، وانا ممكن يبقى الهدف بتاعي حاجه صغيره قوي فعادي هوصل لها، وحطيت هدف تاني ما وصلتلوش، وحد تاني حاطط هدف جامد جدا وصل له عادي، بس عنده هدف صغير تاني ما عرفش يوصل له. فاحنا كلنا عرضه ان انا هحقق حاجه ومش هحقق حاجه تانيه. يعني 100%؟ اعتقد 100%. ماشي. حد عنده اي تصور تاني؟ يعني احنا كده اتفقنا 50-50 100% وعبد الرحمن لا 5% بس اللي بيحققوا. طب هم حسبوها فعلا ولقوا نسبة للي بيحققوا واللي مش بيحققوا. حسبوها ازاي؟ اتحسبت بقى يا عبد الرحمن. ايوه زي ما احنا شايفين كده بالظبط، 92% من الناس ما بتحققش اهدافها، 8% بس هم اللي بيحققوا اهدافهم. واكيد انا وانتوا كلنا عايزين نبقى من 8%. نعمل ايه بقى عشان نكون من ال 8% دول؟ او ال 8% دول اصلا عملوا ايه؟ بس قبل ما نعرف ال 8% دول عملوا ايه هنروح لسؤال مهم جدا. يا ترى ال 92 دول ما حققوش اهدافهم ليه؟ ممكن اهدافهم ما
ما كانتش واضحه مثلا. ماشي ماشي، سمارت. غلط. ماشي. مين تاني؟ انت حضرت المحاضره قبل كده؟ لا انا شفت غشيت. مين تاني؟ ايه يعني ايه سبب تاني ممكن يكون هيخلي حد ما يحققش لا، هدفه؟ بس 92% دي نسبه كبيره قوي. ممكن لا كان نفسه مش حماس، واقعي اصلا. ما كانش واقعي وما كانش واضح. ممكن كان حماس اكتر من ان هو هدف. ماشي. كل دي اسباب بصراحه وحقيقيه، يعني ممكن تكون كلها اسباب حقيقيه ان هم ما يحققوش اهدافهم. ما كانش ليه ديدلاين مثلا؟ مفيش ما كانش ليه ديدلاين ان انا ما حدد. الجول ده هحققه في وقت قد ايه؟ ماشي، ده سبب برضه واقعي، يعني ممكن يكون ما كانش فيه ديدلاين ان هو يحقق الهدف ده. وكلهم بصراحه اتفقوا وكلهم كمان اتفقوا، او يعني هو كل اللي انتوا قلتوه ده حقيقي، هو اسباب واقعيه جدا ان الناس دي ما تحققش اهدافها، ولان برضه كلهم ما حدش فيهم حاول يستخدم نظريه السمارت جول او استراتيجيه تحقيق الاهداف الذكيه. ودي اللي احنا جايين نتعلمها النهارده ونعرف عنها اكتر. السمارت جول لما اتفقوا انهم يعملوا استراتيجيه تساعد الناس انها تحقق اهدافهم باكبر قدر ممكن، ربطوها بكلمه سمارت عشان تبقى اسهل يعني. فاستخدموا التشارت ده عشان يقول لنا كل حرف فيهم بيرمز لايه؟ لعنصر من العناصر، كلها عناصر مهمه. بس قبل ما نتكلم عنه حابه اقول بالمناسبه يعني ان اول حد استخدم مصطلح السمارت جول كان دكتور جورج دورنر في مقال ليه في مجله مانجمنت ريفيو سنه 1981، والمقال ده كان بعنوان كيفيه كتابه الاهداف الذكيه للاعمال الاداريه. تعالوا نتكلم ونتعرف على كل عنصر فيهم بالترتيب كده وبتفصيل اكتر. اس بترمز لايه؟ سبيسيفيك، ام measurable، A achievable، R realistic، و T timely. طب تعالوا بقى نتكلم عنهم بتفصيل اكتر. سبيسيفيك، انا عشان يبقى عندي هدف المفروض يبقى هدف محدد، بلاش اهداف عشوائيه يا جماعه، يعني اللي هو انا عايز اقرا، ماشي هتقرا ايه بقى؟ اقرا، عايز تقرا ايه بقى؟ يعني لو خدنا مثال، انا عايز اقرا، هقرا ايه؟ فمهم قوي ابقى محدد هقرا ايه. هقول مثلا هقرا كتب، ولو عايز ابقى محدد اكتر هخليها في علم النفس. دي حاجه هتساعدني ان اكون محدد في كتابه الهدف بتاعي. تاني حاجه ان هو يبقى مشروط، يبقى عندي حاجه اقيس عليها، اقيس عليها انا بتطور قد ايه في الهدف ده. طب الحاجه اللي هقيس عليها دي ممكن تكون ايه؟ من نفس الهدف. يعني لو هنكمل على المثل بتاعي ان انا عايز اقرا، ممكن احدد عدد مثلا للكتب اللي هقراها 10 كتب، فلو قريت كتاب ابقى ماشي خطوات كويسه، ما قريتش خالص يبقى ما بتحركش، يبقى عندي حاجه اقيس عليها. لان زي ما احنا عارفين القاعده الذهبيه للاداره بتقول ايه؟ if you can't measure it you can't manage it. بالظبط. فانا محتاج يبقى عندي حاجه اقيس عليها التطور بتاعي. ثالث عنصر معانا ايه؟ achievable. وachievable دي مربوطه بسؤال مهم جدا، هو ليه علاقه الهدف ده ليه علاقه بقدراتي انا؟ هل هو مناسب لقدراتي؟ يعني انا لما اخترت ان انا اقرا، انا حد اصلا بيحب القرايه ولا محدش كان ليه طقطانه بيذاكر بالعافيه؟ وابو ورده يشهد، ولو محدش عارف ابو ورده هبقى اكلمكم عنه. فما ينفعش اختار هدف هو ملوش علاقه بيا خالص، يعني اكون قادر ومناسب لقدراتي عشان اقدر احققه. كمان رابع عنصر معانا رياليستيك. رياليستيك يعني يكون واقعي، اهداف واقعيه. ما ينفعش برضه اقول ان انا عايزه ابقى ميس ايجيبت 2025 وانا طولي 105، يعني برضه ده يا جماعه هدف مش واقعي. فنخلي اهدافنا واقعيه عشان ما نرجعش بقى نحبط وانا مني لله والهدف ما اتحققش. اخر حاجه واهم حاجه وانا بشوفها بصراحه تريكي قوي، التايم. هختار له وقت، وخلي بالنا واحنا بنختار وقت للهدف بتاعنا انه لا يبقى قريب قوي ولا بعيد قوي، عشان لما الوقت بيبقى قريب للاسف بنحبط، ولما بيبقى بعيد قوي بنخش بقى في تسويف وعندي وقت وان شاء الله وبرضه بحبط، وفي الاخر بتبقى ايه؟ انا مني لله. احنا كده خلصنا العناصر المهمه اللي ممكن تساعدنا ان احنا نحقق اهدافنا. دي نماذج ممكن تقابلوها يعني او تسهل عليكم انكم تفرقوا بينهم، ايه الفرق بين الهدف العشوائي والهدف الذكي. وتعالوا بقى نروح لاكتر فقره بحبها، هيا بنا نلعب. طبعا احنا هنتقسم لتو جروب، الشباب الطف الكائنات، والبنات الطف الكائنات. عايزه بقى متحدث رسمي من كل جروب ينورني هنا يختار كارت من الكروت اللي موجوده.
بس كانت من هنا. اختار واحد اللي ايه. هنعمل ايه بقى؟ الكروت اللي معاكم دي فيها اهداف عشوائيه. مطلوب منكم كجروب، كل جروب مع بعض كده يحول الهدف ده لهدف ذكي ويستخدم السمارت جول ويستخدم السمارت جول المطلوب ان احنا نحوله صح في اسرع وقت ممكن. وطبعا التيم اللي هيكسب معانا ويلكم الكانتين يلا نبدا. اسرع وقت ممكن. حد عايز اسال؟ عايز اسالك ما هو ده بقى انا بقول لك هو هدف عشوائي، انت بقى عدله اظبطه لي انه يبقى سمارت. انا هتبقى سهله كده. الطف الكائنات اسرع. ممكن هم انا كده بقى دخلت جيش خلاص عايز اتعلم الانطباع. انا ممكن اغششكم يعني. لا مش هعمل اللي هو يعمل على ايه؟ برافو. ماشي بص يعني ما هي في صيغه كده في الموضوع اللي هو باخدها في الشغل اللي هي تصميم ابسط حاجه او اللي هو نعمل منها تمبلت يعني. ماشي ممكن بقى كده ايه مثلا محتاجين نعمل الاثنين تمبلت. تو تمبلت مثلا هي الصيغه دي مستخدمه ان احنا هنعمل هو ريالستيك الموضوع نفسه تويكس مثلا ماشي شكرا. خلاص خلصت. غلطه في الكائنات. لا تعالى اتفضل. هتتفضل بقى تقول. يلا خلصتوا؟ ايه ده وانا لا يلا خلص. او نيجي في مكانك مش عايز ماشي. لا عايز انجح ان انا اتعلم ضرب نار. الهدف اصلا كان ايه؟ ايه؟ الهدف اصلا العشوائي كان ايه وانت قبل ما تحوله؟ يعني قول لنا الهدف اللي مكتوب. كان الهدف الطبيعي ان انا عايز انجح. احنا حولناه لايه؟ عايز اتعلم ضرب نار بالمسدس ال9 مللي. تمام. خلال مده شهر يونيو. فين المكان؟ في نادي الرماية. طب ما صح كده ولا ايه؟ شايفين ايه؟ هايل. حلو. صح؟ شكرا يا عبد الرحمن. شكرا. الهدف اللي جالي الهدف اللي جالي ان هو عايز يتعلم برمجه. فانا اخترت ان هو يبقى احنا اخترنا ايه سبيسيفيك يعني نتعلم صيغه ال HTML. يعني حضرتكم هتتعلموا ايه في البرمجه؟ نستخدمها نعمل تمبلت او ايه. تمام. اوكي خلينا يتقاس ازاي ان احنا نقدر نعمل خلال بعد فتره اللي هنحددها ان احنا ندرس نعمله في 2 ويكس 2 تمبلت ان انا انجز 2 تمبلت. برافو. التايم فريم خلينا 2 ويكس. دي بالنسبه لكم فتره كافيه. تمام. ريالستيك ان هي يعتبر من ابسط صيغ البرمجه فهقدر اتعلمها. فاخترتوا حاجه واقعيه. وفي ايه تاني؟ الوقت بقى. هو 2 ويكس. تمام. تمام في حاجه ثانيه؟ لا انا حلوه قوي كده. طب انتوا شاطرين قوي يا جماعه. ما لقيتوني حسيتوني اني اوزع وجبات كتير. طب هتكسبوا معانا بقى دعوه في عرفه ان شاء الله. احنا دلوقتي اتعرفنا، نراجع بس كده سريعا عن نظريه السمارت جول، استراتيجيه كل عنصر فيها بنطبقه ازاي، وكمان جربناها بنفسنا وعرفنا شويه امثله. طب كل الاهداف اللي في الدنيا عشان نحققها بتعدي ب5 خطوات. اي هدف بيعدي ب5 خطوات. اول خطوه فيهم ان انت تحدد الهدف اصلا، يعني تبقى عارف. واهم خطوه وتاني اهم خطوه فيهم هي اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده، نكتبه ازاي. اول حاجه بنفكر ونشوف احنا عايزين نعمل ايه، نكتبه، بس نكتبه بقى صح عشان نحققه. واحنا اتعلمنا دلوقتي ازاي نكتب الاهداف بطريقه صحيحه. نتراكه، يعني تتراك البروجرس بتاعتك طول ما انت شغال في الهدف بتاعك، بتوصل، لا متاخر، لا ممكن تعمل احسن من كده. تتراك برضو الالتزام بتاعك. واخر واهم حاجه بنسليبريت بقى، نفرح ونظبط وحققنا الهدف.
ليه بقى محتاجين نستخدم السمارت جول مش نكتب اهداف وخلاص؟ يعني ليه محتاجين نرجع لاستراتيجيه السمارت بدل ما نكتب اي هدف بشكل عشوائي؟ لانها بمنتهى البساطه اوضح في كتابتها وطريقتها، اوضح، بتخليك متحمس ومستعد ومتحفز اكتر، اسهل في ان احنا نتراكها، واخر واهم حاجه فرص نجاحها اكبر. طب كل اللي بتقابلوهم ناجحين في حياتكم او لسه هتقابلوهم هتلاقي في بينهم 7 صفات مشتركه ومتوزعه ما بينهم كده بالتدريج. مستحيل يعني هي مش هتخرج براهم، والسبعه دول جمعهم لنا في حاجه اسمها ال7 CS of Success. كلهم بحرف السي عشان ما نصعبش عليكم النجاح، محدش يحرج. هم ايه؟ 7 صفات مش هيخرجوا بره دول. نقولهم كده سريعا. اول حاجه ثقه، سواء ثقه في نفسك او ثقه في هدفك او في الحاجه اللي انت عايز توصلها. تاني حاجه الوضوح، عندك تصور واضح، شايف انت عايز ايه. تالت حاجه تركيز، مركز، ماشي خطواتك وانت مركز فيها. استمراريه، consistency، عندك استمراريه. يعني لان النجاح للاسف في السوشيال ميديا معظم الوقت بتتصور لك ان النجاح سهل وبيجي كده في لحظه، الحقيقه ان هو بيبقى خطوات كتير ومتكرره، ومرات هتبقى حاسس بالملل وزهقان بس لازم تكمل. فهي ده اهم حاجه واهم دور للكونسستنسي او الاستمراريه. بعد كده عندنا الكاركتر، يكون عندك شخصيه واضحه عشان تقدر تبقى عامل حاجه مختلفه. قبل الاخير كوميتمنت، ان انت تكون حد منضبط وملتزم في الحاجه اللي بتعملها، مش انا زهقان النهارده فمش هكمل او مش هاخد خطوه، لا احنا اتفقنا الموضوع مش هيبقى سهل واوقات كتير هتحس بملل بس لازم تكمل. اخر حاجه واهم حاجه بالنسبه لي ان فعلا يبقى عندك القدره على الاستمتاع، تتبسط ايا كان، لان هو السر في الرحله مش في النتيجه خالص، فانت اتبسط وكده كده ان شاء الله هنوصل كلنا. نيجي بقى دلوقتي لأهم سؤال هنسأله كلنا لنفسنا النهارده. ايه بقى؟ أنا مش عايزة أسمع الإجابة، بس السؤال ده هتسألوه لنفسكم كلكم النهارده. أنا هساعدكم في حاجة بسيطة بس، إن أنا هشارك بشكل أو بآخر في الأهداف بتاعتكم بالأكشن بلان دي. أستأذنك يا مصطفى تاخد واحدة وتوزعها عليا. كلنا خدنا عشان محدش يقول لي ما خدتش. الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لي عشان عايزين الاكشن بلان دي هي يعني انتوا مش لازم تلتزموا بيها، بس هتلاقي فيها جول هم 5، مش لازم 5، عايز تكتب 5 حلو، عايز تكتب 10 احلى، هتكتب 1 مش مشكله. المهم ان انتوا النهارده مش هتناموا غير لما هتملوا البلان دي، هتقولوا الجول بتاعتكم، هتحددوها، هتلاقوا اسئله ممكن تساعدكم زي وات، هاو، ريسورسز، وين، ونوت. انا سايبه لكم مكان النوت ده عشان لو حابين تكتبوا اي حاجه زياده. الريسورسز حابه بس اقول لكم انها مش بس بتكون الامكانيات او القدرات اللي عندك، لا الريسورس دي ممكن تحط فيها حاجات كتير، زي مثلا عندك علاقات اجتماعيه، عندك ايه ممكن تستفيد منه. سبت لكم بقى مكان فاضي فوق ده بحبه قوي عشان تكتب اكتر كود بتحبها او اكتر حاجه ممكن تشجعك انك تحقق الهدف بتاعك. هتكتبوا اهدافكم هنا وتعلقوها وتحطوها قدامكم كده، تبقى قدام عينيكم وشايفينها. انا في كود بحبها جدا جدا للاري ألدر، كانت بتقول، ده مذيع وكاتب امريكي مشهور على فكره: A goal without a plan is just a wish. اي هدف من غير خطه واضحه لتحقيقه هيفضل مجرد امنيه. اكتبوا اهدافكم وارسموا لها خطه واضحه جدا، وشوفوا نفسكم وانتم محققينها، وخليكم دايما فاكرين ان الاهداف والاحلام اللي بتتصدق بتتحقق. انا متشكره ليكم جدا واتبسطت معاكم قوي قوي النهارده، وهتبسط اكتر لو حد احتاج اي حاجه في الاكشن بلان بتاعكم.